بالفيديو الماضي حكينا عن مرطبات البشرة الجافة والحساسة، فاجاني أكثر من تعليق إنه شو ممكن نستخدم كمرطبات البشرة المختلطة والدهنية. هلا أول شيء لما بدي أقول بشرة مختلطة لدهنية فلازم أختار مرطب أساسه مائي خفيف الوزن على البشرة، ما بيحتوي على زيوت وبيحتوي على مواد بتعمل على ترطيب البشرة من دون زيادة المفرزات الدهنية. طيب نحن شو فينا نستخدم مرطبات للبشرة المختلطة والدهنية؟ أول شيء عندي ديرمو بيور أويل كنترول من يوسرين، وبيحتوي على مجموعة من المواد اللي بتعمل على ترطيب البشرة، دعم حاجز الجلد بالاضافه لتقليل المفرزات الدهنيه. اما ثاني شيء فعندي الافاكلار مات من لاروش بوزي، واللي بيحتوي على مجموعه من المواد ومن ضمنهم حمض الساليسيليك، وبالتالي رح يعمل على ترطيب البشره بالاضافه لتصغير حجم المسام وتقليل المفرزات الدهنيه. اما الخيار الثالث عندي فهو سيبيا كلير مات بلس بورز من اس في ار، واللي بيحتوي على مجموعه من المواد اللي بتمتلك فعاليه مقشره بالاضافه لانه بيحتوي على مواد مرطبه، وبالتالي رح يعمل على تصغير حجم المسام تقليل المفرزات الدهنيه بالاضافه لترطيب البشره. بالاخير في عندي الاس او اس اويل كنترول ماتيفاينج لوشن من سكين كود، واللي بيحتوي على مجموعه من المواد اللي بتعمل على ترطيب البشره بالاضافه لدعم صحه حاجز الجلد الطبيعي، وايضا بتعمل على تصغير حجم المسام وتقليل المفرزات الدهنيه، وايضا بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين اي لتوحيد لون البشره والمساعده بتقليل التجاعيد. نسيت لكم انه سكين كود ما بيحتوي على عطر او على اي مواد بتسبب الحساسيه، بالاضافه لانه مناسب جدا للاشخاص اللي عم يستخدموا علاجات بسبب جفاف البشره المختلطه والدهنيه. وهلا انتم قولوا لي بالتعليقات شو نوع المرطب اللي عم تستخدموه، شو رايكم فيه؟